السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم لي سافور دو لام. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم. واشركم مبروكه بالصحه والعافيه وكل ما كتمناو ان شاء الله. جيت بغيت نشارك معكم قريشلات ديال عاشوراء لي فريمون رائعين وسهلين وما فيهمش مقادير كثيره، ومن عجينه واحده تقدروا تخرجوا 4 اشكالات حتى ل5 اشكالات على حسب كل واحد. كنتمنى الفيديو تبعوها من الاول حتى الاخير باش يصدقوا معكم هاد الاشكال، وكنتمنى ينالوا اعجابكم. نبداو على بركه الله. الوغ عندي في قصريه غادي نحط واحد 250 غرام ديال الزبده بيان سور على حراره المطبخ. عندي ياغورت طبيعي، عندي هنا كاس ديال الزيت ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، عندي 2 بيضات كاملين. تبعوا معايا الطريقه راه فريمون كيجيو رائعين، انا اكيد الا جربتهم تعتمدوهم. الوغ هنا عندي واحد الجبن، درت واحد المعلقه. ما عندكمش كيبقى اختياري، عندي ملح ولا بزار، بودره ديال الثوم، بودره ديال البصله والهريسه والموطارد الخردل. هنا عندي واحد الفخوماج ديال الثومه، حتى هو درت منه واحد المعلقه غير للتنسيم، هذا كيبقى اختياري. عندي 3 ديال الفرماجات، انا عندي غير مربعات ما عنديش مثلث. غادي نجمعوا العجين مزيان وغادي نبداو نضيفوا كل من الخميره. عندي خماره وحده، بيان سور المقادير كلهم غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. الدقيق هنا انا رفدت ليا كيلو ديال الدقيق، بيان سور على حسب الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. نتوما في الاخير غادي تشوفوا العجين كيفاش غادي يكون، ما هو رخو ما هو قاصح. هانتوما هذا هو القوام ديالو. هنا غادي نقسم الاشكال على 4 اولا العجين على 4 ديال الاشكال. نتوما في استطاعتكم ديروا 4، ديروا 5، ديروا 3 على حسب المستطاع ديال كل واحد. كيف ما قلت لكم انا قسمتهم على 4. كل عجين غادي ندير فيها شكل. هنا وحده غادي ندير فيها الهريسه والتحميره، وغادي نخلط مزيان حتى تخليه اولا تتجانس مزيان مع العجين، وغادي نحطها على جنب. داكوغ. بالعجين الثاني انا اختاريت ندير فيه الزعتر، غادي نديرو في الوسط، وبيان سور حتى هو غادي نعجن العجين باش يندمج ليا الزعتر مع العجين، ونحطو حتى هو على جنب. وناخذ الشكل الثالث هو اللي غادي ندير فيه فخوماج محكوك، والشكل الرابع غادي نخليه نوتر ما فيه حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا فرماج محكوك واحد شويه، جات 2 معالق كبار، كندخلهم حتى هو في العجين ونجمعها ونحطها حتى هي على جنب. انا اكيد غادي ينجحوا معكم مليار في المئة الا تبعتوا الطريقه من الاول حتى الاخير. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا 4 ديال الاشكال، غادي ندير لهم الفيلم اليمونتير وغادي نحطهم في الثلاجه لمده نصف ساعه. وهنا غادي نبداو في التشكيله ديال العجين. هنا عندي واحد الزرارع مخلطه، عندي البافو، وعندي الزنجلان الاسود، وعندي الفرماج الاحمر محكوك. هانتوما غادي تشوفوا معايا كل واحد شنو غادي ندير فيه. هنا العجينه الاولى انا جبت العجينه اللي ما فيها حتى شي حاجه، ديك لا نوتر هي غنبدا بها. درت بلاستيك في التحت وغدرت عاوتاني في الفوق باش يسهل عليا نطلق العجين. هذه سي اون استوس اللي كندير دائما حتى في الصابلي كنديرها. هنا غادي نطلق العجين كيف ما كتشوفوا معايا، ما غليظه ما رقيقه. هذا هو الشكل اللي غادي نبدا به على شكل لوزه. غادي نشكل الاشكال اللي بغيت كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي نديرها فوق اللاطه ولا في الطاوه ديالي. من بعد غادي نجيب البيض ديال البيض، غادي نضربو وغادي ندهن به هذا العجين كيف ما كتشوفوا من الفوق. ومن بعد غادي ندير عليه الزرارع المشكله اللي عندي. غادي نستمر حتى نكمل اللاطه اللي عندي، وغادي ندخلها الفران، وغادي ندوز للشكل الثاني. بيان سور الفران كيكون على درجه حراره 160 درجه. هنا الشكل الثاني ديال الزعتر حتى هو نفس الطريقه غادي ندير ليه ما بين 2 ديال لي بلاستيك، وكنطلق بالمدلك وكنشكل الشكل اللي بغيت. هنا غادي ندير واحد الشكل ديال النجمه ولا غادي ندير به هذا الشكل ديال الزعتر.
بيان سور حتى هو غادي نكملو وغادي نديروه فوق الطاوه، وغادي ندهنو بالبيض ديال البيض. كتبعوا معايا الطريقه، راه فريمون راه كيجي رائع ولذيذ هاد القريشلات. الوغ هنا غادي ندهنهم بالبيض البيض حتى هما، وغادي ندير عليهم البافو. فريمون راه ساهلين وما كيطلبوش بزاف د الوقت كيف ما كتشوفوا معايا البافو. وغادي ندردروا عليهم حتى نكمل الطاوات اللي عندي. هنا غادي ندوز للشكل الثالث اللي هو ديال الفرomاج. انا حبيت نديروه في بابي كويسون لتحت وفي بابي وبلاستيك من الفوق، لان غادي ندير واحد الشكل غادي نقطعو ديريكتومون فوق البابي كويسون، باش نهز البابي كويسون بالتقطيعات اللي قطعت ونحطو فوق الطاوه. نتوما غادي تشوفوا معايا. هنا كنقاد الحواف اولا الجوانب ديال العجين، حيت غادي نقطعو على شكل طولي، وغادي نديرو وداك الطول اولا داك لاباغيت اللي غادي نقطع في الطول غادي حتى هي نقطعها على اشكال مختلفه. نتوما غادي تشوفوا الشكل في الاخير. غادي نستمر كيف ما كتشوفوا التشكيله ديال العجين. كيف ما شفتوا معايا انا هزيتها بالبابي كويسون وحطيتها فوق الطاوه، وغادي ناخذ بياض البيض وغادي ندهن الكل جيدا من الفوق، وغادي نديرهم فوق منهم بليتو الفرomاج احمر محكوك. غادي ندوزو للشكل الاخير اللي هو بالتحميره وبالهريسه، حتى هو غادي نطلقو. درت ليه حتى هو بابي كويسون لتحت والبلاستيك من الفوق، لان حتى هو غادي ندير ليه واحد التشكيله ديال غادي نديرو على شكل مربعات، ودوك المربعات غادي نقسمهم على جوج باش يكونوا عندي مثلثات صغيره. المهم نتوما لكم الشكل ديروه اللي بغيتيو، هذا كيبقى اقتراح وانتم لكم الاختيار في الاشكال اللي بغيتيو. كنتمنى هاد القريشلات يصدقوا معكم ان شاء الله الا تبعتوا الطريقه كيف ما درت. الوغ هنا كيف ما قلت لكم غادي نشكل على شكل مربعات صغيره، وهذوك المربعات غادي نقسموهم حتى هما على شكل مثلث. تبعوا معايا الطريقه كيف ما كتشوفوا. هنا شكلت ديجا المربعات، وهنا غادي نبدا في التشكيله ديال المثلثات. راه فريمون ساهله، ما فيهاش تماره وما فيهاش مقادير كثيره، مقادير موجوده عندنا في كل بيت. كيف ما عودتكم دائما في الوصفات اللي تنحضر معكم تكونوا ساهلين، تصدقوا مليار في المئة، لاني كنتقاسمهم معكم من كل قلبي. هنا غادي ندير حتى هما معاهم بياض البيض، غادي ندهنهم وغادي ندردر عليهم الزنجلان الاسود. نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديروا زريعه الكتان، ديروا الزنجلان العادي، الزنجلان الابيض اللي بغيتيو. الوغ هنا هادو هما الاشكال النهائيه اللي حضرت معكم ديال القريشلات. كنتمنى ينالوا اعجابكم، جربوهم. انا اكيد غادي نرجعوا معكم كيف ما كنعودكم دائما في الوصفات اللي كنشارك معكم. هادو 4 ديال الاشكال اللي حضرت معكم اليوم. نتوما لكم الاختيار، ديروا الاشكال اللي بغيتيو. فريمون راها سهله، فيهاش مقادير كثيره. واش راكم مبروكه، وكنتمنى يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه يا ربي. ونتمنى ان شاء الله نتلاقى معكم فرصه قادمه بحول الله. ما تنساوش تدعموني وتشاركوا معايا في قناه. مرحبا والف مرحبا للمشتركين الجدد والمشتركين القادمين ان شاء الله. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وزوروني في انستغرام، زوروني في فيسبوك، وان شاء الله وصفات جديده جايه غادي ترقكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. الى اللقاء، فرصه قادمه بحول الله.